دماء هؤلاء الشهداء عهد بيني وبين ربي وأمام الناس جميعا لن تضيع. لا بد من القصاص العادل ممن قتل الشهداء. في عنقي واجب ودين لهؤلاء الشهداء، شهداء هذه الثورة. لن ننسى تضحيتهم ولن ننسى دماءهم، ولا بد أن نقتص لهم القصاص العادل لمن اقترفوا هذه الجريمة في حقهم. لا بد من القصاص من قتلة الشهداء. لن يضيع دم الشهداء أبدا، لن يضيع دم الشهداء أبدا. ربنا قدام الأخت وفاء وغيرها من أمهات الشهداء وأباء الشهداء والمصابين أن يعاد الأمر مرة أخرى بأدلة اتهام جادة وحقيقية حتى لا يفلت أبدا مجرم. وأكبر مجرم في الموضوع هو مبارك واللي كانوا معاه في إدارة شأن الدولة اللي اتقبض عليهم، وبعضهم ما اتقبضش عليه ولسه موجود لغاية دلوقتي. طبعا ده بعضهم عايز يبقى مسؤول. وبالتالي الأخت وفاء دم ابنها في رقبتي. وما الضمانات يا دكتور؟ الضمانات انه الكلام اللي احنا بنقوله والشعب وهي وفاء ستظل وفاء، وكل الامهات اللي زي وفاء ودم ولادهم دول يطاردني وانا رئيس الجمهورية الى ان يعود لهم حقهم كاملا ويتم القصاص من المجرمين الحقيقيين. القصاص ممن قتلوا أبناء مصر، القصاص ممن وجهوا الرصاص إلى عيون المصريين، المحاكمة العادلة القائمة على الأدلة الجنائية الكافية لمن قتلوا الثوار، لمن أراقوا الدماء، لمن نهبوا الأموال، لمن أفسدوا الحياة السياسية، لمن باعوا الوطن ونهبوا أمواله لأعدائه. ولذلك نحن جميعا أيها الإخوة في هذه المرحلة لا بد وأن ندرك وأن نعي أن استمرار الثورة وبقاء الثوار في مواقعهم في الميادين هو الضمان الوحيد لتحقيق الأهداف والغايات. هجيب حق الشهداء ازاي؟ بالقانون. ما هو بالقانون طلعوا براءة. لا مش بالقانون طلعوا براءة. لا، يعني أنا عايز أقول إنه القضاة يتعاملون مع الأوراق والأدلة الجنائية المقدمة من المباحث الجنائية ومن الداخلية، ولكن أنا أتصور أن القانون إذا أعمل بحق وأنه إذا قدمت الأدلة بجد، ولا بد أن يشارك في الأدلة ليس فقط وزارة الداخلية صحيح، ولكن أيضا جهات الأمنية، المخابرات والمخابرات العسكرية وغيرها، وهناك درجات أخرى من المحاكم في الاستئناف وغيره. لا بد من إعمال القانون، لا بد. حلم الملايين من بعد سنين بالخير جايين نبني الأوطان. ملايين من بعد سنين بالخير جايين نبني الأوطان.